جرب اللي هقول لك عليه ده في المذاكره مع ابنك وشوف الفرق. بعيدا عن مناهج المدرسه والمذاكره بتاعتها، هقول لك على نصيحه تجربها مع ابنك في اي حاجه عايزه يتعلمها. في مصطلح اسمه السيلف ليرن، يعني ابنك بيعلم نفسه من غير ما يعتمد على مدرسه. انت مثلا عاوز تعلم ابنك برمجه او موسيقى، تعال اقعد معاه وافتح النت وهات له فيديوهات ومقالات بتتكلم عن الموسيقى مثلا. اخلق عنده فكره انه ممكن يدخل من على موبايله يتعلم اي حاجه هو عاوز يتعلمها بدل ما يلعب بس. ولما يبقى عنده فكره برضه يقدر ياخد كورس او تدريب في الحاجه اللي بيتعلمها دي او اللي نفسه يعملها دي من خلال الموبايل او الكمبيوتر بتاعه. وده طبعا بيكون ليه فوائد مهمه. مثال الوقت، ابنك مش هيحس ان هو ملتزم بحاجه معينه، فهيحس ان هو براحته. تاني حاجه هتزود عنده الاعتماد على النفس في جزئيه التعليم. تالت حاجه هتخليه عنده فضول ويقدر ان هو يجمع معلومات من مصادر مختلفه، وهيفهم انه عنده قدره على التعلم اي حاجه ومفيش حدود للتعلم. وده طبعا هينعكس عليه في ان هو يستخدم الموبايل والكمبيوتر بتاعه بشكل افضل. هيحب المذاكره لان انت خلقت عنده العقليه اللي بتسيرش والعقليه اللي حابه ان هي تبحث عن المعلومه. فانت مهم ان انت تعلم ابنك ازاي يستخدم الحاجه اللي حواليه بشكل ايجابي.